العربي انه تشتت، يعني اكثر الشعب العربي حتى ما حدا فكر يغني للعراق. انت معاناتك كانت مختلفه تماما، انت ما صار لك ما فرصه حدا حتى كلف خاطره يغني لفلسطين لا، مثلا. لا غصب عن غنينا، كنا غنينا، حتى المطربين العرب غنوا للرئيس. عم نحكي عن صدام حسين، كل مجموعه كبيره من المطربين العرب. مكره كيف؟ بحكي عنك يعني كنت مجبر تغني. ما حد يجبرك، اللي اجى عليك وقال لك احنا كانوا يجبرونا يقول لك كذب. كاظم، عن الحكم او النظام في العراق، بس سؤال واحد، ايمتى اللي كتبته يلي متكتم عنه ومتكتم عليه رح تبوح فيه بكتاب بمذكرات في كثير اشياء؟ يعني اخر مره تركت العراق 96 او 97. نعم. انا عندي كتاب ذاك تبديه رح تكتب فيه تقريبا وصلت عنيت قبل ما تترك العراق، قبل يعني ثاني يوم الصبح من بعد السهره يلي كانت قبل بليله وعيت واخذت ثيابك ورحلت، وكنت مصر انك بإرادتي. بإرادتك. انا رجل احب الحريه. بتسامحهم؟ من؟ ما حدا داني. انا كانوا في بلدي، في نقطه مهمه بدي اتكلم احكيها. أنا كنت في بلدي مقدر جدا محترم. كانوا الطرفين يعني الدولة والشعب، الدولة في بلدي والمعارضة خارج بلدي كانوا يبثون أعمالي، الكل الطرفين. يعني المعارضة كانت تبث الأعمال، ياسا أتذكر كان دائما تبث نفيت واستوطن أغراب وأنا وليلى، وكان تبث أغاني. فأنا رجل موسيقى أعمل للشعب أكثر ما أدخل في طرق شوية صعبة اللي هي الأحزاب، اللي المعارضة. أنا أيد كل من عنده فكر، أيدهم كلهم حتى ولو اختلفوا، بس إذا كان هدفهم العراق فأبوسهم من جبينهم. بدي أحيي